اكتر الاشرار اللي حبيتهم في البيك 3. المركز الاول ここより世界に痛みを神羅転生。 بين. بعيدا عن شخصية بين، الباك ستوري بتاعته واحدة من افضل الباك ستوريز في انمي ناروتو، من بداية طبعا تأسيس الاكاتسكي لغاية ما بين ضحى بنفسه عشان يرجع الناس اللي ماتوا في الحرب بتاع كونها. ده غير طبعا الحوار الفلسفي العظيم اللي كان بينه وبين ناروتو، ده غير الفايت طبعا اللي أنا مش مسامحه عليها لحد وقتنا هذا اللي كان بينه وبين جيرايا. عشان كده بين واحد من افضل الشخصيات وافضل الفيلنز في البيك 3. المركز الثاني لو تقدر تنساني انسان مالي مترجيه ولاني جاي ملك الوحوش كايدو، اقوى مخلوق في عالم ون بيس. طبعا احنا زي ما شفنا في حرب وانو قد ايه هو قوي وبيتحكم في فاكهته بشكل رهيب. حارب التسع ساموراي، بنته ياماتو، 5 من الجيل الاسوأ، لوفي بالجيل الرابع، وبعد كل ده هو ما خسرش. هو خسر قدام لوفي بالجيل الخامس بعد ما قتله اول مره اما كان بالجيل الرابع. انتوا شايفين طبعا مقدار القوه قد ايه. المركز الثالث الشخص اللي كان مخطط للفيديو ده 黒崎一護全て私の手の ايزن. طبعا احنا عارفين ازاي ايزن هو مخطط لكل حاجه في انمي بليتش، هو راسم كل حاجه لدرجه ان هو اللي كان مخطط لولاده ايتشيجو نفسها، عشان هو اللي خلى ابوه وامه يتقابلوا. عالمي، هو بيعمل كل حاجه في الانمي. هو بنسبه كبيره قبل ما كوبو كان يكتب الانمي اخد راي ايزن يكتب الانمي ولا لا. بقى مساء الفل يعني. طبعا اجمل حاجه في ايزن هو القسط بتاعه، حتى خش اسمع كده. ايه رايك؟ عالمي صح؟ وبس دول اكتر الفيلنز اللي بحبهم في البيك 3. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للجزء الثاني وبس. وما تنساش برضو تقول لنا مين اكتر فيلنز انت بتحبهم في البيك 3. وجود باي.